في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناء على معلومات جد مؤكدة وردت إلى مصالحنا بفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حدس حالي أمن ولاية الجلفة، مفادها عبور كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص، ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف سيارة أجرة على متنها مجموعة من الركاب، من بينهم امرأة في العقد الرابع من عمرها، وجد بحوزتها بعد إخضاع أمتعتها لعملية تفتيش دقيق على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرها 3833 قرص مهلوس. بعد استيفاء إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين والسار عن جنحة حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع، جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنحة تبييض الأموال، جنحة تهريب بضاعة مهدورة.